النهارده بنتكلم يعني ليه التاجر بيحول العربيه من مانوال لاوتوماتيك. يعني انت مثلا عندك عربيتك عربيه مانوال وحابب تبيعها. طب النهارده مثلا العربيات اللي فوق ال 2008 و2009 العربيه دي بتبقى رينجها في السوق مثلا من 100 ل 90 في الرينج ده. طيب بيبقى الطلب عليها قليل لان اي حد في السوق مثلا عاوز يشتري عربيه يقول لك لا طب انا هدفع فوق ال 100,000 واركب عربيه مانوال ليه؟ فمعظم الناس اللي بتدفع فوق ال 100 بيبقى حابب انه يركب عربيه اوتوماتيك. فمعظم الناس لما بيجي يبيع بيبقى حابب ان هو يحول عربيته عشان تبقى في البيع اسهل. او هو برضه حتى لو هو بيركبها برضه الاوتوماتيك بتبقى مريحه اكتر في القياده عن العربيات المانوال. طيب بالنسبه نتكلم على تغيير العربيه الاوبترا، بتفرق ولا ممكن يحصل بعد كده مشاكل في العربيه ولا بتمشي كويسه؟ والله حسب، يعني في ناس بتحول العربيه من مانوال بتحولها لاوتوماتيك، بيروح لواحد بيبقى بيخفض له في التكلفه بس بيظلم العربيه شويه. زي ايه؟ وهنشوف دلوقتي برضو على ارض الواقع ايه اللي بيتغير وبيخفض السعر معاك، وايه اللي انت ممكن تغيره صح ما بيفرقش حاجه عن العربيه. طب هي رينجها كام؟ اول حاجه في العربيات الاوبترا بيتغير الكارته، بيغير ضفيره، بيغير جوز الكبالن، بيغير العدادات، بيغير عصايه الفتيس. الحاجات دي لو اتغيرت كامله، ضفيره كامله، ضفيره اوتوماتيك كامله، كارته كامله، جوز كبالن اتغير، العداد اتغير، كل ده طبعا بيبقى بتلجأ ان انت ايه بتغيره كامل، فبتبقى العربيه ناجحه قوي قوي قوي، وكده بتبقى بالنسبه لي ان هي العربيه اتغيرت صح. ولازم يكون نفس الجيل بتاع الاوبترا ولا؟ في ناس بقى بيجي في الضفيره وبيعمل تعديل وكوبري ويطلع للفتيس مش عارف، ده بيبقى ولازم يكون نفس بيخفض كتير. لازم يكون نفس الجيل بتاع الاوبترا ولا ممكن يركب جيل تاني؟ ايوه لا لازم يركب على اللين، يعني لازم يبقى بتاع الاوبترا. الموتور هو الموتور الاوبترا انت بتجيب له الفتيس اوتوماتيك اوبترا بيركب عليه. وبتغير برضو، نسيت اقول، بنغيروا الياداتير، لان الياداتير بتاع الاوتوماتيك بيبقى فيه نظام تبريد. تبريد من تحت خزنه زيت اللي هي بتبرد الايه؟ بتبرد الفتيس الاوتوماتيك. طيب تكلفتها حوالي كام التغيير ده؟ والله التغيير الصح مثلا بيخش له من 10 ل 12. وهل بتاخد الفتيس القديم ولا؟ لا انا بسيبه بتاع قطع الغيار اللي انا بتعامل معاه برضه بيبيعوا، واحد عنده فتيس مانوال بايظ بياخده، ديسك واسطوانه بيبيعوا كده، يعني بيستفاد. طيب بعد كده لما اجي بقى ابيع بعد ما اغير، هل ممكن ياثر في البيع ولا عادي؟ لا خالص، لان العربيه اصلا كده متغيره صح. يعني ما فيهاش اي تعديل في اي حاجه، الحاجات اللي انا قلتها. غير بقى زي ما انا قلت لك بقى التعديل ان هو مثلا يسيب الياداتير هو ويحط له خزنه من تحت، خزنه. طبعا الفتيس اللي بيتغير ده على التجربه، كل حاجه على التجربه. ان هو استعمال ولا جديد؟ هو استعمال يعني طبعا. انا بالنسبه لي الراجل اللي انا بغير عنده اي حاجه هو بيقول لي اي حاجه تعالى، يعني لو في اي مشكله في اي حاجه اروح له من غير ما ادفع ولا جنيه تتظبط تاني. تمام. بس الحمد لله في المرات اللي انا حاولت فيها قبل كده ما فيش حاجه، يعني ما فيش اي مشكله خالص طالما الحاجه اتغيرت. طيب نروح بقى على الطبيعه كده ونبص على الايه اللي بيتغير ازاي. اتفضل يلا. ماشي. دي الكارته القديمه اللي اتشالت وتحط بدلها كارته اوتوماتيك. ممكن طبعا دي بتتعمل لها سوفت وير وبتاخد منها كوبري والكلام من ده. طبعا ايه الشغل الصح ان انت ما بتعملش الكلام ده، انت بتغير كارته المانوال. طبعا احنا شلنا الفتيس المانوال حط بداله الفتيس اوتوماتيك، تمام، واتشالت الضفيره كامله، ما اتعملش تعديل، لا الضفيره كامله اتشالت والكبالن وكارته المانوال اتحط بدلها كارته اوتوماتيك. ممكن دي بتتعمل لها سوفت وير وبتعمل يعني لازم دي تتغير، ما ينفعش تتحط. لا ممكن في ناس بتعمل لها سوفت وير وبياخد بقى كوبري وكده، لا احنا بنشيل كارته كامله وبنحط كارته كامله، بنشيل ضفيره كامله بتاعت المانوال وبنحط بدلها ايه الضفيره بتاعت الاوتوماتيك. تمام كده؟ تمام.
يبقى انت كده عندك الفتيس والكبالب والكارته بدلات. والضفيره والبدلات بتاعت المانوال اللي هي الفرامل والدبرياج، وتحط بدلها ايه؟ هوري لك دلوقتي. تحط عصايه الفتيس، العدادات، والبدلات بتاعت الايه؟ الاوتوماتيك. تعالى بص معايا كده اهو، تحط زي ما احنا شايفين. دي البدلات بتاعت الاوتوماتيك والعداد ده والعصايه. بس هي دي الحاجات اللي بتتغير النقله اللي هي من المانوال للاوتوماتيك في الاوبتر.